السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. اهلا. هنا بقى كنا بنشوي عشان نتدفى بقى، والشتا ناكل ونتدفى على الشواية. وعيدي واقول للراجل اشوينا، يقول لي يا ستي اقعدي، هو في حد؟ الفراخ غالية. اقول له لا اشوينا، يقول لي يا ستي اسكتي، هو في فلوس وفي حد عارف يشوي فراخ دلوقتي ولا ياكل فراخ دلوقتي؟ قلت له لا لازم تشوينا. تعالوا بقى شوفوا هما شوينا. تبلت الفراخ ببصلايه وطماطمايه، ملح، بهارات فراخ، شويه فلفل اسمر، وركنتهم على جنب. سيبوهم ساعة 2 زي ما انت ما عايزه. يلا بقى نشوف الكفتة الحلوة دي. الكفتة دي بقى كيلو لحم عليها ربع دهن، ويفضل ان يكون لية الخروف. عارفة لية الخروف الحلوة المقلوظة اللي بتبقى ورا دي؟ هي دي. حطي ربع كيلو على الكيلو، اقل من الربع شوية. انا بحط الدهن العادية ربع، انما بتاعة الخروف اللي هي بتاعة الخروف حطي اقل من الربع شوية. وما اقولكيش بقى على جمالها، وفلفل اسمر وملح وبهارات. ونصبعها بقى، نبل ايدينا في المية وبعد كده نصبع. لو السيخ سخن مش هتمسك في السيخ، هتفك منك، انما كده اعمليها على ضمانتي وهتاكلي احلى كفتة مشوية. بصي بقى يا شاطرة يا ست الكل، تجيبي سيخ، حطي فيه طماطميتين 3 4 قرن فلفل حامي، وانتي قاعدة بتشوي الفراخ ولا بتشوي الكفتة، دسيه كده في النص وسيبيه لما يستوي وينزل المية بتاعته كده ويطشطش، تعرفي ان هي استوت. دي بقى هنعمل بيها احلى صلصة طماطم. ولا تقولي بقى دقوس ولا مش دقوس، انا دي دقتها في مطعم وعجبتني، ومن ساعتها وانا بعملها. يعني الطحينة دي بنعملها حاجة كده كروكي، انما اهم حاجة الصلصة الطماطم دي. بص بقى يا قلبي، شايفه بقى الدخان؟ وفحفحي بقى كده واملي العماره ريحه، وهتجوعي اصلا قبل ما تاكلي. هتشبعي قصدي قبل ما تاكلي. معلش مهيسه شويه عشان الوقت متاخر. ناخدها بقى في طبق، نفضيها في طبق، نقشرها خالص، ما تخليش فيها ولا قشره، عشان القشره بتاعتها لما بنضربها في الخلاط ما بتبقاش حلوه، بتبقى مفتله كده. قشريهم، حطي قرن الفلفل في قلب الخلاط، عليهم شوية ملح صغننين، عليهم شوية شطة، على قد ما انت بتحبيها حراقة زودي. كل ما تحبيها حراقة حطي شطة اكتر. انا حطيت قرن الفلفل دوت، وحطيت معلقة كبيرة شطة، وحطيت معلقة كبيرة خل. حطي كده، كتري وبلاش تستخسري. انزل بقى يا معلم، انزل، يلا اهو. ايوه كده. انا على فكرة كنت حاطة هنا الملح وحاطة الشطة، وحطيت شوية الخل اهو، كانوا اخر حبة في الازازة. اما اروح بقى نشتري ازازة خل ب600 700 جنيه. ما علينا. المهم نضرب بقى في الخلاط ضربة 2 3 وفضيها في الاطباق. عسل عسل عسل. بص بقى، انا كنت عامله شويه رز بسمتي عشان انا ما كنتش هصور، فما صورتلكوش من الاول. حطينا هنا الكفته هناك اهي، والفراخ، وعملنا رز بسمتي، عملنا طحينه، عملنا جبنا عيش بلدي جميل كده من بتاع العيق، من بتاع البيت. وكلي بقى وبألف هنا، وادعيلي بقى ربنا يوسعها علينا وعليكم يا رب اجمعين، وكل اللي نفسه في حاجه يجيبها ويعملها واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي.